ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. عارف لما تبقى قاعد بتتفرج على كرتون وتحس انك شفت النسخه دي قبل كده؟ يعني تبقى بتتفرج على ارنب ابيض عمال يصرخ وتقول لنفسك وانا مش شفت نفس الغباء ده قبل كده، بس بدل الابيض كان لونه اصفر. النهارده يا جماعه احنا هنفك اللغز ده، من اللي بدا الغباء كوني، والمهم هل فعلا الارانب البيضاء كانوا مجرد نسخه من المينيونز ولا دي صدفه مجنونه حصلت كده بالغباء كوني؟ هتعرف قدام في الفيديو انا بقول عليه غباء كوني ليه. من غير ما اطول عليك في المقدمه، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك والحاجات الجميله دي اللي بتدعم وتساعد الفيديو جدا في انه ينتشر. انا ابراهيم، صلى على النبي ويلا بينا نبدا. خلينا نبدا، مين هم اصلا؟ اولا خلينا نتكلم عن المينيونز، المخلوقات الصفراء الصغيره اللي شبه كبسولات، لابسين لبس ازرق كده ونضارات معموله من المعدن، وحرفيا ممكن يتخانقوا على موزه واحده. ظهروا لاول مره سنه 2010 في فيلم ديسبيكابل مي من انتاج لينيموشن حاجه زي كده يعني، وكان المفروض يكونوا شخصيات جانبيه، بس حرفيا سرقوا كاميرا، وبقول حرفيا هنا عشان حرفيا سرقوها من جرو نفسه. الناس حبتهم علشان عندهم غباوه كده، نوع من الغباوه بريء، بيتكلموا بلغه ملهاش معنى بس مفهومه بطريقه غريبه، ومليانين طاقه وافكار عبيطه كده. بعدها الشركه قالت يا جماعه الناس بتحب الكائنات الصفراء دي، خلينا نعمل لهم فيلم لوحدهم. وفعلا طلع فيلم مينيونز سنه 2015 اللي بيحكي اصلهم وانهم من زمان جدا بيخدموا الاشرار في تاريخ، من الديناصورات لحد نابليون لحد ما وصلوا هنا في العصر الحديث. نيجي بقى للجانب الابيض، الارانب البيضاء. الارانب دول بدأوا اصلا في العاب بريمان، بس بعد كده يوبي سوفت قررت تعمل لهم كرتون لوحدهم. الكرتون ده طلع سنه 2013، يعني بعد المينيونز ب3 سنين كامله. ومن اول حلقه كده اللي شاف المينيونز قبل كده اكيد قال استنى، دول نفس العيال بس بحجم ارانب. الرابتس بيصرخوا اكتر من انهم بيتكلموا، كل اللي بيعملوه انهم يخربوا اي مكان يروحوه، يبوظوا الدنيا ويتعاملوا مع العالم كانه ملعب تجارب. بس لو المينيون غباء لذيذ، فالارانب غباء كده تحسه فوضوي، وده اللي خلى ناس كتير تقول انهم فعلا نسخه مضروبه من المينيونز بس على شكل ارانب. وبمناسبه الشكل، خلينا بقى نروح على الشكل وتصميم. بص يا سيدي، اول ما تشوف المينيونز تقول دول معمولين عشان يتحبوا حرفيا. الوانهم بسيطه، اصفر فقه كده يخليك مبسوط وانت بتتفرج، لبسهم ازرق غامق ووشهم كله بريء كانهم اطفال في رحله مدرسيه. كل واحد فيهم له تفاصيل صغيره بتفرقه عن التاني، واحد عنده عين واحده، التاني عينه اتنين، ده طويل، ده تخين، ده شعره واقف فوق كانه شحن موبايل. بس في النهايه كلهم عندهم نفس روح الغباء اللذيذه. نيجي بقى للارانب البيضاء، دول العكس تماما، شكلهم كانك جبت ارنب من فيلم كرتون لطيف ورميته في مايكرويف لمده دقيقتين، عيونهم مفتوحه على اخرها، بقهم دايما مفتوح كانهم في صدمه من وجودهم، اسنانهم باينه كانهم بيستعدوا يعضوا اول بني ادم يقرب. يعني لو المينيونز شبه العيال اللي بتضحك كل حاجه، الارانب دول شبه العيال اللي في الفصل بترمي كده طباشير على بعض. حتى الوانهم، المينيونز صفرة، الوان دافيه ومبهجه، الارانب بيضه بس بيستخدموا درجات الوان شاحبه كده تحسها ساعات مرعبه اكتر من انها مضحكه يعني. وده اللي مخليهم شبه المينيونز في الفكره بس مختلفين في التنفيذ. المينيونز معمولين عشان يضحكوك، الارانب معمولين عشان يدوخوك. يعني اللي خلاك تشوف المينيونز كان ناوي يخليك تقول عليهم انهم لطاف، واللي عمل الارانب كان ناوي يخليك تقول عليهم انهم فوضويين جدا. نيجي بقى للجزء اللي فعلا بيحدد مين اكتر مجنون فيهم، الكوميديا. المينيونز ضحكهم بسيط جدا، بيعتمد على المواقف اليوميه اللي بيبوظوها بحسب نيه. مثلا بيحاولوا يساعدوا الشرير في تجربه علميه، النتيجه المعمل كله انفجر. بيحاولوا يحتفلوا بعيد ميلاد، النتيجه ممكن عيد الميلاد كله يولع عادي. بس برغم كده بيخلوك تضحك لانهم بيغلطوا بحب وبيفشلوا باسلوب لطيف. اما الارانب البيضاء دول لا بيغلطوا بحب ولا حاجه، دول بيبوظوا كل حاجه وهم مبسوطين جدا، تحسهم انهم داخلين اي مشهد بهدف ازاي نبوظ الدنيا النهارده. يعني لو المينيونز زي الاطفال اللي بيحاولوا يساعدوا في المطبخ، الارانب دول زي الاطفال اللي مسكوا خرطوم الميه كده وقرروا انهم يغسلوا التلفزيون مثلا. الفرق التاني في الكوميديا ان المينيونز دايما عندهم هدف حتى لو بسيط، زي انهم عايزين يخدموا الشرير او يعملوا حاجه معينه. لكن الارانب البيضاء لا، مفيش هدف، مفيش منطق، مفيش اي حاجه. كل اللي بيحصل انك بتتفرج على فوضى مستمره بدون سبب، وده في حد ذاته جزء من الكوميديا بتاعتهم. بس الفرق هنا ان المينيونز غباوتهم بتضحك، والارانب غباوتهم بتخليك تقلق عليهم. يعني ممكن تضحك اول 5 دقايق وبعدها تقول هم فين اهلهم، مين سابهم كده. جزء مهم برضه هو قصه والعالم. المينيونز عندهم عالم بسيط جدا بس متماسك، هم مش شخصيات عايشه في فوضى وسلام، لا، كل اللي بيعملوه ليه منطق. المينيونز بتاعهم كل فيلم او حلقه ليها بدايه ونهايه، حتى لو الكوميديا كلها عبط بتحس ان في حبكه صغيره بتحرك الاحداث. وفي وسط الغباء ده بيوريك دايما ان المينيونز عندهم مشاعر، يعني لما بيزعلوا على واحد منهم او يفرحوا لما ينجحوا في حاجه بسيطه بتحس ان في قلب في النص. اما الارانب البيضاء مفيش قلب، مفيش منطق، ومفيش حبكه. كل حلقه عباره عن مجموعه ارانب بيظهروا فجاه في مكان يبوظوه بعد كده يمشوا كأن مفيش حاجه حصلت. يعني لو المينيونز عندهم حياه منظمه رغم العبث، الارانب عندهم عبث من غير حياه. تحس ان عالم المينيونز ممكن تعيش فيه وتفهمه، لكن عالم الارانب هو عالم مفيش فيه قوانين، كله ضوضاء
ضوضاء وصريخ ومشاهد غريبه كانك بتتفرج على حلم سخيف. بس برضه مديهم حقهم، الكرتون بتاع الارانب عنده فكره حلوه في حاجات بسيطه، هو معمول بطريقه تخليك تحس انك بتتفرج على تجربه اجتماعيه. لو حطينا مجموعه ارانب مجانين في العالم الحقيقي ايه اللي هيحصل؟ ودي لو اتعملت بشكل مظبوط كانت هتبقى فكره عبقريه، بس تنفيذ كله ضعف الصريخ بصراحه. بالنسبه بقى للشهره والتاثير، ودي الجزئيه اللي بتحسم المعركه من ناحيه الشهره، مين انتشر اكتر، مين اللي الناس فعلا فاكرينه، ومين انتهى وفضل ميم على الفيس. المينيونز مفيش حد ما يعرفهمش، من اول افلامهم اللي كسرت الدنيا لحد التيشيرتات والمجات والبوسترات وحتى العاب الموبايل. كل طفل في العالم شاف المينيونز في مرحله ما، وده مش كلام انا، حرفيا لو نزلت الشارع وتوري الناس صوره المينيونز هيعرفوه. في شركات كتير استخدمتهم في الاعلانات عشان شكلهم محبوب ومش مزعج. يعني المينيونز بقوا رمز الغباء الجميل. الارانب البيضاء مش بنفس قوه، اقل لهم شهره كبيره في فتره معينه، خصوصا لما الكرتون بدا على نيكولوديان، بس الشهره دي ما استمرتش. المينيونز كل ما يطلع لهم فيلم بيولع السينمات. الارانب لما رجعوا بحلقات جديده على الانترنت الناس كانت بتسال هو الكرتون ده لسه بيطلع؟ بس برضه نديهم حقهم، الارانب لهم جمهور مخصوص بيحب النوع ده من الكوميديا اللي فيها حاجات كده زي ما بيقولوا عليها مثلا اخواتنا في الخليج، حاجات شاطحه من غير هدف. يعني هم يمكن ما وصلوش لنفس مستوى المينيونز، بس ليهم طبع خاص جدا بيخليهم مش نسخه او مش نسخه 100%. من ناحيه الانتشار المينيونز كسبوا المباراه بصراحه. بالنسبه بقى للخاتمه، بصراحه يا جماعه المعركه دي شبه مقارنه بين غبي بيحاول يساعد وغبي عايز يولع الدنيا. المينيونز عندهم شارم، عندهم كاريزما، حتى غباوتهم كده متناسقه، لكن الارانب لا، دول غباء نقي 100% كده بدون فلاتس. وبرغم ان الاثنين بيشتركوا في الشكل العام، مخلوقات صغيره، صوت غريب، فوضى وضحك من غير كلام، بس الفرق الحقيقي في القلب. المينيونز عندهم روح، الارانب بقى عندهم طاقه. واختصار الموضوع كله في جمله واحده، الارانب البيضاء فعلا نسخه من المينيونز يا جماعه، بس نسخه ليها طابعها الخاص كده. ولو جيت تبص من ناحيتي انا، فانا بصراحه اول مره كده شفت المينيونز يعني كنت بعشقهم لدرجه اني اشتريت دبدوب كده على شكل مينيونز، يعني كنت بحبه جدا. هو حاليا طبعا ضاع، بس حب للمينيونز ما كانش حب عادي. يعني من وانا صغير كنت بتفرج عليهم واي حاجه بيعملوها كنت بضحك عليه. ولما كبرت ورجعت تاني بقى اتفرج على اللي انا كنت بتفرج عليه ده وانا صغير، بسبب طبعا ان سلسله الافلام اتعمل لها زي 4 اجزاء، ضحكت برضه. اما بالنسبه بقى للارانب البيضاء برضه اتفرجت عليها وكنت بحبها جدا، بحب الاثنين جدا، وانصحك بحاجه فيهم يعني بصراحه انصحك بيهم هما الاثنين، كل واحد كده اللي العالم بتاعه الخاص. بس ارشح لك ايه اكتر؟ المينيونز. ليه المينيونز؟ لان المينيونز ليهم سلسله افلام مكونه من 4 اجزاء، وزي ما قلت لك اخر جزء اتفرجت عليه اللي هو الرابع ده جامد جدا بصراحه، جامد جدا ومعلي عليهم كلهم من ناحيه قصه حتى الانيميشن، يعني كل حاجه فيه جامده. وعندك برضو المينيونز نفسهم ان انت اصلا يمكن تكون داخل الفيلم عشانهم، جامدين في الكوميديا جدا. يعني هنا الكوميديا طورت، مش تكرار ونفس اللي كانوا بيعملوه في الاجزاء، لا الجزء ده فعلا على كل الاجزاء ويعتبر كويس جدا. فايوه هي دي كانت تجربتي معاهم. ما تنساش برضو تقول لنا رايك في كومنتات وتعرفني تجربتك كانت عامله ازاي مع المينيونز او حتى الارانب البيضاء، وانت مايل لمين اكتر، وايه اكتر فيلم كان بيضحكك. قول لي كل حاجه كومنتات، يعني انزل كده فاهم اقعد عيش فيها كده. قول لي عايز نتكلم عن ايه في الفيديو الجاي. كان معاك ابراهيم، اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله، واللي فيه مفاجاه كبيره جدا هتصدمكم كلكم. الفيديو ده كان خفيف كده تحضيرا للفيديو الجاي، والسلام.